تصدق فكرة أو اتداروا على فضيحة الانسحاب وجايبينها في الحكام، مع إنه رجع للفار وقعد وقت كتير يفكر قبل ما ياخد القرار. هو اللي عمله النادي الأهلي قدام نادي الزمالك ورفض خوض المباراة إلا بتحكيم أجنبي، ده بالنسبة لك فضيحة. فالفضيحة دي عملها نادي الزمالك في آخر 4 سنين 3 مرات. أما بقى بالنسبة لأداء الحكام الكارثي في مباراة الزمالك وبتروجيت، لا، ضربة جزاء ناصر ماهر ضربة جزاء ملهاش أي علاقة بضربات الجزاء، سيميوليشن واضحة جدا. وضربة جزاء فريق بتروجيت دي نفس ضربة الجزاء اللي اتحسبت على ياسر إبراهيم في مباراة إنبي في الدوري. نفس ضربة الجزاء، بس على النادي الأهلي اتحسبت وعلى نادي الزمالك ما اتحسبتش. وركزي كده في لقطات الفار اللي بتخص نادي الزمالك، هتلاقي دايما الحكم وهو رايح يشوف الفار دايما وهو راجع القرار لازم يبقى لمصلحة نادي الزمالك. يا إما يحسب ضربة جزاء لمصلحة نادي الزمالك، يا إما يلغي ضربة جزاء على نادي الزمالك. ركزي في ماتشات الزمالك وركزي في الفار بيعمل إيه، وانت هتكتشفي الحقيقة دي، إن الفار اتعمل في مصر علشان يجامل المختلط.